تعال أقولك على 7 حاجات لو عملتهم حياتك هتتغير تماما. أول حاجة لازم تنظم وقتك. عمرك شفت حد ناجح وكان عشوائي؟ الإجابة أكيد لأ. النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فعمرك أيام تتناقص، فكلما ذهب يومك ذهب بعضه. فاستغل وقتك لأنه مش هيرجع لك تاني. وعلشان تنظم وقتك ده هينقلنا للنقطة رقم 2 وهي التخطيط. وفي الحقيقة التخطيط هو سر تحقيق الأهداف. لو مش بتخطط أنت هتعمل إيه كل يوم فأنت أكيد بتضيع وقتك. فعلشان ما تبقاش تايه ومشتت في يومك لازم تبقى عارف من اول ما تصحى من النوم انت هتعمل ايه. وانت بتخطط ليومك بقى ما تنساش تبدا بالحاجه رقم 3 وهي قراءه القران الكريم. افتكر الجمله دي دايما: ما زاحم القران شيئا الا بركه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القران فانه ياتي شفيعا لصاحبه يوم القيامه. رابع حاجه مهمه جدا ولازم تكون في يومك هي انك تسمع بودكاست. حاجه بسيطه لكن اثرها كبير جدا. تخيل وانت ماشي رايح الشغل او رايح الجامعه ممكن تسمع حاجه تزود بيها خبراتك وتنقل لك تجارب ناس تانيين في ساعه او اقل من ساعه كمان. وحقيقي هي مفيدة ومهمة جدا لو انت مش هتقدر تعمل الحاجة رقم 5 ألا وهي القراءة. ولو عايز تسبق غيرك لازم تعمل الاتنين، انك تسمع وتقرأ في نفس الوقت. وافتكر ان الامام الشافعي قال: العلم ما نفع ليس العلم ما حفظ. الحاجة رقم 7 الأخيرة والأهم هي الانتظام في العبادة والدعاء ان ربنا يوفقك في سعيك ويبارك في جهدك. فإذا أردت أن يكون الله معك فالتزم طاعته فإن الله مع المتقين. ابدأ النهاردة ولو بحاجة واحدة من السبعة وشوف بنفسك الفرق اللي هيحصل في حياتك.